في النقطة الثانية أخوي بتال، لو أي. افترضنا إني فعلا قلت برجع الهلال، تمام؟ أنا جاتني عروض قبل مباراة الكونغو منتخب اللي لعبناها في الحسا. نعم، كانت في نوفمبر تقريبا ب10 أيام أو أسبوعين. نعم. جاتني عروض من أندية أي. في السعودية وفي الخليج يعني كانوا يكلمون، حددت مبلغ، قلت اللي يبغى يدفع لي هذا المبلغ انا ما عندي اي مشكله، انا ويتفق مع اندرلخت. واتفق مع اندرلخت. وصل المبلغ اللي انا طلبته، كلمنا اندرلخت قال انا احتاج هذا الشيء. طيب تمام، هذا الكلام في شهر 11. هذا الكلام قبل مباراه الكونغو. نعم. ثاني يوم انا رفعت سماعه لاحد اعضاء الشرف، قلت ترى في الهلال إيه جماعه الخير، اي جاني العرض كذا 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 والنادي يبغى كذا كذا كذا. انا شخصيا يعني طب ايش تبغى توصلنا؟ انت تبغى توصل انك كنت تبغى ترجع للهلال؟ إيه لا، كان الهلال جاد؟ انا على اساس اي شوف بعد كل هذا قبل لا امشي قلت يعني صار بيننا، قلت اولويه لكم لو برجع، هذا الشيء صار بيننا مش في الاعلام. قلت انا ولد النادي وخدمت في النادي وانبسطت في النادي، والجمهور له فضل كبير علي بعد الله سبحانه وتعالى. كنت مرتاح فعلا في النادي وما عندي اي مشكله، فعلا هي تجربه. يعني جاني نادي زي اندرلخت، من اي لاعب يجي نادي زي اندرلخت معقوله بيرفضه؟ فريق بيلعب الشامبيونز ليج، بطل في بلده. صحيح. يعني فرصه جاتني الى حد مستحيل اني ارفضها. صحيح. طيب تمام. وفي نفس الوقت جاني هذا العرض المغري. تعرف الواحد بيأمن مستقبل اولاده، كان عرض جدا ممتاز. كلمت كان هذا عرض في الخليج اول شيء؟ في الخليج يعني أي. في كل في الخليج، في السعودية، في الخليج في السعودية طبعا. أي. جلست شهر كامل ما حد كلمني. وانت كلمت الهلال هم ما رجعوا كلموا؟ شهر كامل ما حد كلمني. رجعت من جديد، رفعت سماعة ايضا لعضو شرف هذا الهلال، قلت ترى انا راح اخلص. لحظة، عضو شرف ولا واحد في الإدارة؟ لا عضو شرف، من اعضاء شرف مؤثرين في الإدارة، يعني متواصلين مع الأمير عبد الرحمن ومع هذا، يعني كأني اتكلم. رجعت مع بعد شهر كلمت، ما حد رجع لك؟ كلمت، قالوا لي طيب اوكي انتظر. قلت ترى النادي كان طالب 2,000,000 اندرلخت، طالب 2,000,000 وانا مبلغي حددته للإدارة، حددته للإدارة. فقالوا لي ان المبلغ كثير. اي واحد فيهم؟ مبلغك ولا مبلغ اندرلخت دحين؟ دحين احنا في عقبة قدامنا اللي هي اندرلخت. انا ما عندي مشكلة. رحت شخصيا انا المدير التنفيذي، جلست معاه في اندرلخت. في اندرلخت. اي ترى قلت كذا كذا كذا، وهذا ناديه اللي كنت العب فيه. ويعني اتمنى انك يعني تساعدوني في الموضوع. المبلغ يعني حلو لي، ما اقدر ارفض، حتى هم يعني قالوا مبلغ جدا يعني حلو لك وفرصه، يعني انت كلاعب كل الناس تلعب على هذا لانها تامن مستقبلها. نزلوا المبلغ من 2,000,000 ل 1,000,000 كم 500. قال لي اذا ناديك جاء تجيب لنا 1,500,000. ليش نزلوه؟ يعني لاجل عيون يعني الهلال مثلا؟ لا والله يعني ناس تتعامل برقي صراحه بكل امانه، يعني عندهم التعامل، اهم شيء اللاعب، راحه اللاعب. حتى يوم جيت بروح قالوا يعني ليش بتروح؟ طبعا الكلام اللي طلع كله اول انه مدرب ما يبغى الاسامه. بنجي موضوع اندرلخت، بس خلينا في قصه الهلال الان. طيب نزل المبلغ من 2,000,000 الى 1,500,000. 1,500,000. وكلمت هذا بس للهلال، يعني بقيه الانديه لا؟ الحين اسمع انا اجيك. اي قالوا لي اذا ناديك جاد خلي يجيب لنا 1,500,000. اخر قبل مباراه الارجنتين طلبت منهم خطاب. من اندرلخت انه فعلا خلاص يعني الموضوع بينتهي. اي تخيل اعطوني خطاب ب1,700,000 لكل الانديه؟ لا لكل الانديه، بس لو ناديك يبغى خليه يجيب 1,500,000. طب حلو. رحت قلت الكلام هذا للهلاليين؟ وصلت للهلاليين، قلت لو الخبر كمان حتى لا يطلع فالانديه الثانيه بتستفيد او بتزايد. هذا عالم احتراف يعني مفاوضات. صحيح. اللي حصل انه وكيلي كان كلم الامير عبد الرحمن، والامير عبد الرحمن يعني قال له عرض للنادي 750. اندرلخت يبغى 1,500,000 والامير عرض 750، النصف يعني 50%. والنادي مستحيل يوافق. ايوه تمام. وانا عرض لي مبلغ انا ما كنت موافق عليه، بس كنا نبغى نخلص. لو اندرلخت خلص في عقبه قدامي، لو خلص انا ممكن اتفاهم مع النادي. وحتى انا الشخص عضو الشرف اللي كلمته قلت انا ما راح ازايد ترى،
انا هذا السعر ولا راح ازايد عليه، لو احد زاد فرق مليون ما راح ازايد، انا هذا لو جاني خلاص انا ابغى منكم كذا واندرلخت يبغى كذا. ايوه، وانا ما راح ازايد، ما بدخل في مزايدات مع احد. جميل. طيب. وكانت انا لي الرغبه اني ارجع، يعني كنت يعني عشت في النادي لحظات حلوه صراحه، يعني ما انساها ولا راح انكرها. فجاء الرد، يعني الامير عبد الرحمن قال انه امكانيات النادي ما تسمح انه يدفعوا في طيب الفترة هذا دي. الرد مكتوب ولا شفوي؟ لا شفوي. ما كان مكتوب. لا ما كان مكتوب، انه كان اتصال مباشر عن طريق وكيل اعمالي انه النادي امكانيات النادي. الامير يعني حتى هو قال الفتره الاخيره يعني يمر النادي بازمه وهو اللي قاعد يدفع، والله يوفقه. قال الله يوفق مين؟ اسامه يعني ما خلاص يعني فتح لك الباب تروح للانديه الثانيه. هذا كلام مره خطير. لا مو خطير، يعني شوف يعني خليني اقول مش خطير، خلينا نقول كلام جديد. ايوه يعني نفس الوقت هو اللي قال لك الله يوفقك روح للانديه اللي تبغى. احنا ما نستطيع ان ندفع هذا المبلغ. طيب انا كذا لو برجع كيف حرجع؟ يعني لازم اندرلخت يوافق. لازم، ده في عقبه قدامي. يعني زي امس واحد من اصحابي يقول لا تجلس سنتين بعدين ترجع، يعني هو هلالي. وانا نفس الوقت بامن مستقبلي، وجاتني عروض من انديه ممتازه صراحه. طيب في هذه اللحظه اللي الهلال دفع 750 الف يورو لاندرلخت، الاهلي دخل في الموضوع والاتحاد ولا لسه؟ كانوا داخلين الى الان هم موجودين. اي واستنوا ايش؟ طيب استنوا رد. طب خلينا نطلع اندرلخت برا اللعبه. تمام. عرضك من الهلاليين انت اللي بتاخذه انت شخصيا، ومن الاهلي ومن الاتحاد، كنت تزايد فيها؟ لا. كنت تساوم؟ بكل امانه والله ما كنت اساوم ولا زايد. كنت تبغى الهلال مهما كان عرضه ولا برقم معين؟ لا برقم، في جات ارقام اقل من الباقيين. الهلال كان شوف لو كان اسامه جاوبني، الهلال اقل من الاهلي عرضه؟ اي عرضه اقل. وكنت موافق عليه؟ لا العرض الاول ما كنت موافق. اي لا العرض الاخير اللي العرض الاول ما كنت موافق، بس قلت انا لو اعطيتوني كذا اي راح ايش؟ وافقوا عليه، ما كان عندهم مشكله انهم يتفاوضون على هالرقم. مين هم؟ الهلال. رقمك انت مش رقم اندرلخت. لا ما وافقوا عليه. ما وافقوا اصلا حتى ما وافقوا اندرلخت. اي بس اللي فهمته انه نادي الهلال ما عنده القدره ولا عنده الاستطاعه. بالتالي انا اخر اتصال حصل قبل مباراه الارجنتين، وخطاب اندرلخت لاحظ انه بعد مباراه الارجنتين اذا ما خلصت حتكمل الموسم معنا، لانه ايضا في مدافع ثاني عنده عرض، فكنت لازم بعد المباراه اخلص في كل الاحوال. بعد مباراه الارجنتين كل الاحوال كانت عندي عروض ممتازه من انديه ممتازه، وانديه الكل يتمنى يلعب فيها بكل امانه. بس انا نقطه انه يتكلم على الوفاء وعلى العشره وعلى هذا، انا سويت اللي علي في وجهه نظري، اكثر من كذا ما اقدر اسوي. يعني حتى لو ارجع يعني كيف حرجع؟ لازم اندرلخت كان يوافق. لازم اندرلخت يوافق، واندرلخت ما راح يوافق بهذا المبلغ. والنقطه الاخيره، الانديه استفادت بالمليون و500 دي، المليون ونص. الاهلي دفع للاندرلخت 1,700,000 لا ولا 1,500,000؟ استفادوا، تسربوا الخبر. اي فنزل عرض، تسربوا الخبر. ولا خطاب رسمي موجود عندي 1,700,000. هذا اللي حصل في الموضوع.